بالفيديو لالا سلمى ومولاي الحسن يستقبلان الفتيان المغاربة بعد وصولهم للمغرب قبل قليل. بعد عودتهم للمغرب وبعد تحقيقهم لإنجاز تاريخي في كأس إفريقيا بالجزائر. شاهدوا ماذا فعلوا لهم. ولكن إذا كنت تتفق بأن المغرب أنعم الله عليها بأحسن الأمراء في العالم، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة. بعد تحقيقهم لإنجاز غير مسبوق ودخولهم التاريخ بعد تأهلهم لنهائي كأس إفريقيا للناشئين وتأهلهم لكأس العالم للناشئين، فقد حل المنتخب المغربي للفتيان اليوم بالمغرب. وحسب ما قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان في استقبالهم الأميرة الجميلة لالا سلمى وولي العهد مولاي الحسن، وكان استقبالا راقيا وفي المستوى. ونقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا عفوية جميلة تظهر فيهم الأميرة لالا سلمى والأمير مولاي الحسن وهم يتناولون الغداء مع لاعبي المنتخب المغربي الصغر في القصر المغربي، في أجواء احتفالية جميلة، تعبيرا من هذه العائلة الملكية الراقية عن فرحتها بهؤلاء الأشبال الصغار الذين رفعوا راية المغرب عاليا. وشرف المغرب أحسن تشريف بوصولهم للنهائي وتأهلهم لكأس العالم للفتيان، الأمر الذي أثار إعجابا كبيرا وتفاعلا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الخطوة الرائعة التي قامت بها الأميرة الجليلة لالا سلمى والأمير مولاي الحسن. وفي النهاية، إذا كنت معجبا بما فعلوه فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة.